لا عمليه وصلت لويا هذا حال البعثة هنا في باليرمو. هذا حال البعثة، إغماء تام. الناس هذوما في بيكم تتحملوا مسؤولياتهم. هذا حال البعثة. ديجاج يا ربيع ضمي نحي لي هذيك. هذا حال البعثة. 3 أيام الناس ما تاكلش الماكلة. 3 أيام في العمير، 3 أيام في الشارع، 3 أيام فهمني يقبلونا كالكلاب، 3 أيام فهمني لا من بلاصة لبلاصة يعني ولينا في الشارع، راكم تشوفوا من الحال. على خاطر شنو؟ على خاطر فقط للذكر ليس السيدة ذي تتحملوا مسؤولية انتم. وكما حب يقول نوجه رسالة للجالية التونسية في باليرمو. هاي الجالية شكون واقف معنا؟ ناس حب يقول ايطاليين المان جاوا بالذمة كمساندة، ولكن الجالية التونسية بباليرمو أين هي؟ ماناش عارفين. حب يقول نفس الخوف نتاع قبل، ماناش عارفين ماناش خايفين. هذه هي. هذوما الناس اللي قاعدين حب يقول ليل ونهار مساندين الناس هذوما. وكما قلت لكم انتم تتحملوا مسؤوليه السيده اللي 3 ايام ما ياكل حتى شيء، بقطع النظر على الاخت محرزيه الوافي اللي التقرير الطبي نبهها وان صحتها في نزول مستمر، ولهذا الناس هذوما تتحملوا مسؤولياتهم كلكم. ضيعونا ولادنا. هنا باللغات حب يقول الكل نقول للسلك الدبلوماسي اللي ما شرفش وما عندوش القدره باش يحل المسائل الطوارئ نتاع ابناء تونس في الخارج، بل لهذا ديجاج. نفس الشيء للقنصل. السيد السفير يلزموا يتحرك تاع روما، على خاطر مهما تكون المشاكل فما امور انسانيه، وهو انه الناس هذوما ما لهم الا ابناء تونس. مهما كانت المسائل السياسيه من الناحيه الانسانيه يلزمهم يقفوا بجنبهم، ما يخليهمش كاين ملوحين، خاصه وانهم بعثوهم هما من تونس. هنا قاعدين نحكيو على ناس بعثه من طرف وزاره شؤون الخارجيه، عندهم تاشيره مده شهر. قالوا لهم امشيوا تلقاو كل شيء موجود، تلقاو المساعدات، تلقاو التسهيلات، ولكن لا تسهيلات، بالعكس بعد عملية امتصاص الغضب نتاع الناس هذوما يقع حتفهم على